نعمل ميك اب شاور، وده الميك اب اللي بيتعمل قبل ما بننط في الشاور، وممكن نجازف ونعمل اي حاجه مجنونه لان احنا مش هنخرج بيه. فعايزه اجرب حاجات جديده عمري ما جربتها واشوف لايقه عليا ولا لا. يلا نلعب. اول حاجه هعملها ان انا هبرايم ماي فيس. بصوا الجلو. بحس ان انا مش شخصيه بتجازف في الميك اب بتاعها. حاسه اني لما بلاقي حاجه بتنفع بمسك فيها وبعملها كتير وما بقعدش بقى اجرب حاجات مختلفه، وعايزه اغير الموضوع ده عن نفسي الصراحه. عارفين البنات اللي بتقول انا اصلا مش عارفه انتوا ازاي بتحطوا ميك اب؟ انا كنت البنت دي، بس لسبب انا ما كنتش بعرف احط ميك اب. يعني دايما كنت بروح لاصحابي لما احتاج مثلا احط ميك اب في ايفنت او حاجه، كنت دايما بروح لحد من صحابي يحط لي ميك اب، لان انا ما كنتش بعرف. يعني التكنيك ما كانتش عندي. بس من ساعه ما دخلت على تيك توك كل حاجه موجوده هنا. كل حاجه عن الميك اب اتعلمتها غالبا كان يا اما من تيك توكس يا اما من صحابي ميك اب ارتستس. يا جماعه انا مش عارفه اقول لكم قد ايه اللي انا بعمله ده اوت اوف ماي كومفورت زون، لان انا شخصيه فيري براكتيكال. يعني لو انا مفيش مكان رايحاه محتاجه احط فيه ميك اب ما بحطش ميك اب. بس بعدين قعدت اقول لنفسي هو انت ليه بتحطي ميك اب بس وانت نازله؟ لو دي حاجه انت بتحبي تعمليها وبيكون شكلك لطيف لما تخلصي ما تعمليها بس عشان نفسك. فقررت ان انا النهارده اخد خطوه towards الموضوع ده وابتدي احط ميك اب لنفسي وليكو، بس قصدي من غير سبب. حلو ان الواحد ساعات يعمل حاجات بيحبها من غير سبب. انا بتعلم حاجات كتير قوي عن inner work او ازاي الواحد يساعد نفسه يطلع من حاجات هو مش حاببها، او يغير حاجات في شخصيته، او يغير حياته لو هو عايز. وحاسه ان انا عايزه ابتدي اتكلم في المواضيع دي، بس مش عارفه هل ده كونتنت انتوا تحبوا تشوفوه ولا دي حاجه you're not interested in. هميكس ما بين 2 كونسيلرز لان انا دلوقتي مش عارفه لوني انهي واحد فيهم، فايه هنعمل الاتنين عادي جدا. عارفين الشخصيه اللي الناس دايما بتروح لها for advice او بتروح لها عشان تسال رايها على حاجه وهم اصلا حياتهم؟ ده انا. ده انا الشخصيه. انا هذه الشخصيه. وزي ما بيقولك باب النجار دايما مخلع. انا خايفه قوي يا جماعه ان انا اعمل ميك اب تحفه وبعد كده ما اروحش بيه في حته. يعني فاهمين قصدي؟ دايما الميك اب اللي بيتعمل من غير سبب بيكون شكله احسن بكتير من الميك اب اللي بيتعمل وانتوا نازلين. بحس عشان ده الواحد بياخد وقته قوي ان هو يعني يركز في هو عايز يعمل ايه ويفكر. بس بصوا انا بجد يعني بيس رهيب. في دي اللحظه بقى اللي انا بحس فيها ان انا وشي فاضي، يعني اكني عملت بلانك كانفاس كده ممكن ابتدي العب بيه. ما عملتش قبل كده لوك اي شادو بيربل، فتعالوا نلعب بالبيربل النهارده. مش عارفه ليه برضو نازل عليا حب استطلاع اشوف شكلي بال اسمه ايه اللي هو بيكون اسود كده واسمها ايه، طالعه من دماغي خالص. مش كات اي. يا لهوي لما الناس بتاخد اسود وتقعد تحطه في كل حته كده. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا انا قصدي ايه. انا قصدي لوك اي شادو لوك غامق بيكون في كل حته كده. هبتدي بان انا احط اللون الغامق في كل حته. فكره ان انا عارفه ان انا مش هرتاح لغايه ما افتكر هي مش بلوري. لا مش بلوري يا لهوي يا جماعه بجد طايره من بالي ومش عارفه خالص افتكرها. Maybe we got lost in translation. Maybe I asked for too much. Or maybe سموكي. اسمها سموكي اي لوك. المشكله بس ان انا مش حاسه ان انا حاطه لون غامق كفايه. بفكر ادخل اسود هنا ما اتلمسش قبل كده. نسمي قبل ما بنبتدي. تحفه اوبا واو. بعدين هاخد الشيمر كولر ده بصباع واو حطه في النص هنا. جماعه انا خايفه ان انا احب الميك اب لوك ده. خايفه ان انا احب الميك اب ده لوك قوي. او ماي جاد. عارفه ان العينين مش زي بعض. مش محتاجين تزعقوا لي في الكومنتس. انا عارفه انا اسفه بس مش عارفه اعمل لكم ايه الصراحه. ناخد البرانشر بتاعنا مش ملموس. خايفه. انا عندي بعتها بايه ده اصلا برونزر كريم. عندي كونفيشن محتاجه اقوله لكم عشان دي حاجه انا كنت بعملها ولاحظت ان دي اكتر حاجه غلط البني ادم ممكن يعملها لو عايز حياته فعلا تتغير للاحسن. انا كنت من الناس اللي لما بجيب برودكت او بجيب ميك اب جديد او كده بخزنه مش بستخدمه. كنت بقعد اقول لنفسي لما اخس هستخدم البرودكت ده، لما شعري يطول هستخدم البرودكت ده، لما ابقى في حته في حياتي انا مبسوطه منها هشتغل البرودكت ده. ففضلت ابني لنفسي شخصيه انا دايما بمشي لها بس عمري ما بوصل لها. فاهمين حاجه؟ بعدين من خلال بقى مذاكرتي وقرايتي الكتيره والسلف هيلب حاجات اللي بقراها اتعلمت ان انت عشان توصل للشخصيه اللي انت عايز تبقاها دي انت لازم تتعامل اكنك اصلا الشخصيه دي. بمعنى
عشان انا ابقى الشخصيه اللي انا نفسي ابقاها، كان بقى في الوزن او في الشغل او في الحاجات اللي عايزاها في حياتي، انا لازم استخدم البرودكتس اللي هي تستخدمها. ولازم لو مثلا هي بتتمشى بالليل لازم انزل اتمشى بالليل. فبطلت ان انا احوش الحاجات اللي انا كان نفسي فيها للشخصية اللي أنا في دماغي هبقاها، وابتديت أتعامل أكني أصلا الشخصية دي. وده هو السر للlaw of attraction أو قانون الجذب. انتوا لازم تتعاملوا أكن الحاجة دي already موجودة عشان تجيلكوا. فاهمين حاجة؟ حاسة ان انا very educated، او ان انا بفهم قوي في قانون الجذب بالذات، وفي حاجات كتير قوي في حياتي جات لي اصلا بسبب ان انا بستخدم قانون الجذب. فعايزة اعمل لكم فيديو كامل على ازاي تجذبوا حاجات انتوا عايزينها في حياتكم. المهم يلا نكمل ميك اب. بس لو هتاخدوا حاجه واحده بس من الفيديو ده، هو ابتدوا تعاملوا على انكم الشخصيه اللي انتوا عايزين توصلوا لها اوريدي. هو الفيديو ده طول قوي بس انا مش هقصه، لان انا حاسه ان الكلام اللي انا قلته مهم وعايزاكم كلكم تعرفوه. فاللي ما بيحبش بقى الفيديوهات الطويله معلش. نكونتور المناخير عشان نبين ان هي اصغر مما هي. سحر. ممكن اقول لكم حاجه، بس انا مش عارفه هي حاجه يعني بتتقال اصلا ولا لا. انا بحب قوي الناس اللدغه، بالذات ان انا اسمي رنا. فاللي بيلدغ في اسمي يا اما بيقول غنا يا اما بيقول يانا، و I just feel like that's so cute. يعني بحب لما حد بيقول اسمي بلدغه. حاسه ان هي حاجه غريبه، بس في نفس الوقت حاسه ان هي حاجه كنت عايزه اقولها لكم. حاسه ان انا ممكن اكون I over blushed شويه. خلوا بالكم انتوا مش شايفين اللوك الحقيقي، انتوا بس شايفين اللي موجود هنا. بس ان شاء الله الباودر يظبط كل ده. بحس ان انا كده احنا في رمضان، فانا كده بحس ان انا شخصيه who gets very easily influenced. يعني تلاقوني دايما بجيب الحاجات اللي موجوده popular على تيك توك، مش عشان حاجه بس يعني actually مش عارفه ليه. عارفه ان ممكن 5000 بني ادم يكونوا قالوا لكم قد ايه الباودر ده حلو، بس يعني انا ال 5000 واحد اللي بقول لكم باودر هدى بيوتي تشيري بلوسم فظيع. Oh my god I didn't correct under my eyes. جبته يا جماعه اخر مره كنت في دبي. عايزه اجرب قوي البرفيوم اللي هم عملوها، اللي هي fragrance الايزي بيك، لاني بحب الريحه دي، يعني بحب ريحه الباودر ده. فلو البرفيوم ريحتها كده هتبسط منها قوي. دايما بنسى الحواجب، وحد فيكم بيجي يهزقني ويتخانق معايا. وفي كذا حد سألني ده ايه ده. الريفاي ايبراو سكالبت حاجه، ما اعرفش اسمه ايه صراحه. طبعا حاسه ان اللي هينفع قوي مع العين دي is like very subtle nude lipstick. فهجيب الميك اب forever in wherever walnut واحدد بيها الشفايف. عارفه برضه ان اكيد 17000 بني ادم قالت لكم الموضوع ده، بس تحديد الشفايف بيختلف جدا في الشكل النهائي. بصوا الفرق. KVD lipsticks very underrated. ما شفتش حد خالص يستخدمها، بس انا بحبها قوي. بحط اللون ده كده، وبجيب لون بينكي شويه واحطه في النص هنا. بجيب اي ليب جلوس. النهارده استخدم الفانتي بيوتي شيد فانتي جلو. بصوا الجلو يا جماعه. مش بحب فانتي هيت، او مش بحبه، بس الفانتي هيت بيلسع كده. بلامبينج ليب جلوسز ان جنرال ببعد عنها رغم ان انا محتاجاها، بس ببعد عنها عشان هو بكون مش قادره. تعالوا نفك شعري بقى ونشوف الفاينل لوك. ده الفاينل لوك يا جماعه. شفتوا قلت لكم ان البلاش كتير قوي. نسيت اشيل دي، بس مش مشكله، هنستخدم شعرنا ونغطيها عادي جدا. ما اروح اشيل كل ده بقى. بحبكم باي. نسيت احط ايلاينر وحاجه تحت عيني، مش مشكله المره الجايه.